مساء الخير يا أبطال. إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الثالث في المنهج الجميل بتاعنا. هنتكلم عن حاجة اسمها أنظمة التواصل الذكية. طب يعني إيه الكلام الكبير ده؟ بص يا سيدي، هسهلها لك. كل مرة بتبعت فيها رسالة على الموبايل أو تتفرج على فيديو على اليوتيوب أو حتى بتشتري حاجة أونلاين، انت كده بتستخدم نظام ذكي بيتكلم مع أجهزة تانية عشان يوصلك بالمعلومة أو الحاجة اللي انت عايزها. والأنظمة دي بتشتغل من خلال حاجة اسمها الشبكات اللي احنا أخدناها في المحاضرة اللي في الدرس اللي فات. في نوعين من الشبكات أخدناهم من الدرس اللي فات. كان أول نوع اسمه الشبكات المغلقة، دي زي قلنا الانترانت، دي بتبقى شبكة الشركة أو المدرسة، مش أي حد يقدر يدخلها. لكن في نوع تاني اللي هو الشبكات المفتوحة، دي بقى زي الانترنت اللي كلنا احنا بنستخدمه في أي وقت وفي أي مكان. بس مش كده وبس، في كمان حاجة جامدة اسمها انترنت الأشياء أو بالإنجليزي انترنت اوف ثينجز، وبيختصروها IoT. ودي معناها إن الأجهزة الذكية بتكلم بعضها من غير ما الإنسان يتعب نفسه. كلهم بيتفاهموا مع بعض علشان يخدموك من غير أسلاك ومن غير مجهود، عن طريق البلوتوث أو الواي فاي. والجميل كمان ان التقنية دي بتساعد الناس اللي عندهم احتياجات خاصة عشان يقدروا يتحكموا في الأجهزة بسهولة من مكانهم. يبقى خلصت درسنا النهاردة. الأنظمة الذكية بتساوي أجهزة زائد شبكات زائد إنترنت الأشياء، هيساوي حياة أسهل وأذكى. ما تنسوش العلم اللي احنا بنتعلمه النهاردة ده هو اللي بيصنع التكنولوجيا بتاعت بكرة. انتظرونا في الدروس اللي